على هضبة مطلة على مجرى نهر تكسو جنباته أشجار اللوز والنخيل يدعى الواد المالح، أقيمت قصبة أيت بن حدو التي تقع على بعد 30 كيلومتر من مدينة ورزازات. مدينة مكتملة المرافق محاطة بأسوار معززة بأبراج ذات وظيفة دفاعية وأزقة ضيقة. ورغم بساطة البناء المعتمد على الطين والحجر، فللمرء أن يلاحظ دقة متناهية وتقنية عالية في استعمال هذه المواد التي تنضاف إليها نقوش أمازيغية وألوان تزيدها رونقا وجمالية. ذاع صيت قصر أيت بن حدو وفاقت شهرته حدود المملكة، وأصبح وجهة سياحية عالمية مفضلة بعد أن صنفته منظمة اليونسكو تراثا عالميا للإنسانية سنة 87 900 وألف. ولم يثر هذا الموقع الأثري اهتمام المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال فقط، بل كان أيضا محط أنظار عدد كبير من المنتجين والمخرجين للأفلام على الصعيد العالمي. تضاربت الروايات التاريخية بشأن الحقبة الزمنية التي تم فيها بناء قصبة أيت بن حدو، إذ يقول الباحثون في التاريخ أن بناءها تم في القرن 11 ميلادي في عهد يوسف بن تاشفين، حيث كانت هذه المنطقة هي معقل للقوافل التجارية القادمة من أعماق الصحراء الجنوبية متوجهة نحو الشمال. مع مرور الزمن بدأ الإنسان